هذا الفيديو للي لسه عم يحلموا برجعة الأسد. وقفوا دقيقة واحدة وتابعوا معنا التسريبات اللي شفناه فيها على حقيقته. الزلمة اللي كنتوا تبوسوا إيده كان عم يضحك عليكم بالغرف المسكرة ويسخر من جنوده وضباطه اللي ضيعوا عمرهم ودمهم ودم أولادهم كرماله. لواء بيقول له: نحن منبوس إيدك ورجلك، وهو ما عنده غير الاحتقار. هلأ فهمتوا؟ انتوا ما كنتوا شركاء ولا حماة وطن، انتوا كنتوا عبارة عن أدوات، ولما الأداة تخلص صلاحيتها بتنرمى. اللي شفناه أبدا مو ولاء سياسي، هذا تأليه لشخص، والقرآن حذر من هالطريق من زمان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. صدق الله العظيم. هيك بينتهي الاستبداد دائما، ببلش بتقديس وبينتهي بخيانة. السؤال اليوم مو كيف بيرجع الأسد، السؤال شو ربحه اللي صدقوه غير قتله وخراب وإهانات ودم، وبالآخر سخرية من ناس ضحت بكل شيء من أجله. الوعي اليوم مو ترف ولا شعارات، الوعي اليوم هو مسألة بقاء.